السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة حبايبي هعمل معاكم وصفة أو خلطة لتسمين الفراخ البيضة. مش مكلفة خالص وبحاجات موجودة في كل بيت. طبعا زي ما احنا عارفين ان العلف غالي جدا. الكيلو وصل ل 13 جنيه ولسه هيغلى تاني في نظير غلاء الأسعار اللي احنا كل يوم والتاني فيه. يعني انا لسه جايبه العلف امبارح ب 12 جنيه، النهارده جبته ب 13. طب ازاي يا عم؟ قال لي هو بيغلى، العلف عامل زي البورصة، يوم فوق ويوم تحت، ساعة فوق وساعة تحت. فالمهم ايه، طبعا انتي لو بتعملي دورة فراخ وعندك كمية من الفراخ، مثلا عندك بتاع 50 فرخ، عندك بتاع 100، عندك بتاع 200، عندك حتى لو 20 زي حالاتي. بس انتي عايزة توفري في العلف، لاني لقيت ان كل ما الفرخ بيكبر كل ما شاء الله بيسحب في العلف. تمام. تاني حاجة برضو عايزة اوصلها لكم ان الفراخ لما بتاكل علف طول الوقت، يعني من اول ما تبتدي ان هي من اول يوم لحد ما تيجي تذبحي بتاكل علف، بتلاقي طعمها زفر كده وريحتها زفرة. ما بتبقاش زي ايه اللي بتتجاب من بره. او ما يعني مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس بيكون طعمها مش مستحب، ودي انا جربتها قبل كده وحقيقي كان طعمها مش قد كده. ليه؟ جربتها ازاي؟ هقول لكم. انا كنت عامله دوره فراخ الشتاء اللي فات، والمهم ايه، لقيتها ما شاء الله فارت معايا بسرعه. رحت يعني في وسط الدوره كده لقيت ديك كده وصل معايا ل2 كيلو وشويه. رحت ذبحاه وعملته. عايزه اقول لكم هو كان كويس، بس كان طعمه فيه زفاره شويه، فيه ريحه العلف شويه. ليه؟ لاني انا ما كنتش متهيئه الفراخ للذبح. تمام. المفروض انت مهيئه الفراخ للذبح، بتغيري العلف بتاعها، يا اما بتدخلي حاجات في اكل في الاكل بتاعها، بحيث ان انت تخلي طعم اللحم بتاع الفراخ يكون حلو ومقبول زي الفراخ البيتي بالظبط. المهم نرجع لوصفتنا النهارده، ولا نرجع للخلطه بتاعتنا النهارده. احنا النهارده زي ما قلت لكم انا هعمل معاكم خلطه لتسمين الفراخ، وفي نفس الوقت انك توفري في العلف شويه. انا دلوقتي ليا 3 ايام بدي الخلطه ديت. يعني بخلي العلف بقى ايه اللي هو طقه واحده في اليوم، يعني ممكن كل يوم احط لهم كيلو ياكلوه اخر النهار. تمام. ما بديش العلف طول اليوم. ليا 3 ايام في الخلطه دي، بحط لهم مره الصبح ومره بالليل، بس بتاعه الصبح بطريقه وبتاعه الليل بطريقه تانية خالص. تمام. هي نفس المكونات، بس في مكونين بيتغيروا عشان اقصر عليكم الفيديو. اول حاجه معايا هنا كده ايه، كام رغيف عيش تكوني مقطعاهم، تكوني مبلاهم زي ما هتشوفي كده معايا. تبليهم كويس. طبعا العيش على حسب الكميه اللي انتي عاملاها، على حسب الكميه اللي انتي مربياها. الخلطة دي بتخلي الفراخ تفور معاكي بسرعة، يعني توزن معاكي بسرعة، وفي نفس الوقت بتوفري في العلف زي ما احنا اتفقنا الفيديو بتاعنا النهاردة عن توفير العلف. بتوفري في العلف شوية، وكمان بتغيري طعم الفراخ من اللي هي طعم العلف، بيديها ريحة كده تقيلة في اللحم بتاعها، فما بتكونش ايه مستحبة. يعني انا الصراحة لما جربتها في الفراخ بتاعت الشتا زي ما قلت لكم، فبقيت ان انا عندي ما احس ان الفراخ بتاعتي ابتدت ان هي تشيل لحم، بقوم مغيره لها على طول، وببتدي ان انا احط لها مع العلف آه مع العلف اي ايه، اي اكل من الحاجات دي. ممكن تحط لها رز من البيت، تحط لها مكرونه، تحط لها عيش زي ما انا ما هعمل دلوقتي وعليها الحاجات بتاعتها. بصي اي حاجه تخلطي على العيش ده شويه دشيشه، برضو جميله جدا. اديها اي حاجه مش هتقولك لا، ومش هتاثر معاكي في اي حاجه، بالعكس هتكون جميله جدا. اتمنى بس لو اول مره تشرفوني في القناه او الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وتنزلوا كده تعملوا لي تعليق حلو وتشجعوني بيه. وانزلوا كده شوفوا الفيديوهات اللي من تحت وقولوا لي رأيكم فيها ايه، عجبتكم ولا لا. وشوفوا برضو الدورة، انا كل كام يوم بصور لكم فيديو. لاني انا مش كل يوم بعمل خلطة، انا كل كام يوم، يعني مثلا ايه، انا ليا 3 ايام بدي في الخلطة دي، ومش هغيرها لحد ما اجي اذبح الفراخ.
ممكن اغيرها، بس ايه، اضيف عليها اضافات، لكن الخلطة ذات نفسها مش هتتغير. تمام. هندي علف مرة واحدة في اليوم، يعني وجبة واحدة في اليوم، سواء بقى وجبة غدا وجبة عشاء، اللي انت ايه بتفضليها. تمام. انا دلوقتي كده صفيت العيش. ايه المكون التاني اللي معايا؟ المكون التاني اللي معايا بطاطسايه كده مسلوقه بالقشره بتاعتها. هبتدي ان انا برضو افركها مع العلف زي ما انتم شايفين كده. اهو كده زي ما انتم شايفين. ايه هي الحاجه التانية؟ الحاجه التانية هي مفروض بصي، يعني انت مثلا بتشربي شاي وبقى منك شويه، يعني اللي هو التفل الشاي ده، لو انت بتشربي مثلا شاي كشري او الشاي المغلي، هاتي التفل وارميه على الايه، على الخلطه دي. بتعمل ايه بقى التفل للخلطه دي؟ بيخلي الفراخ بتاعتك لو عندها كوكسيديا، عندها اسهال، بيمنعها. ولو في بقى ايه الجوافه، بس احنا طبعا مش في موسم الجوافه، ينفع برضو. هنا بقى هجيب معلقه شطه كده زي ما انتم شايفين، معلقه شطه صغيره. هتقولوا لي ايه ده، انت هتحطي شطه على الفراخ؟ هقول لكم ما تقلقوش خالص. الشطه دي لو في ديدان في بطن الفرخ او في مصران الفرخ، بيخلي الديدان دوت يموت، ما بيخلوهوش يعني يبقى موجود. وهبتدي طبعا انا اقلب بمعلقه، مش هقلب بايدي لان الشطه طبعا وكده. فانا هقلبها. وتعالوا نروح للفراخ نحط لها الاكل بتاعها. اهو كده زي ما انتم شايفين، انا فردت العلف في صاج كده كبير، او صينيه كبيره ايا كان اللي عندك، او شكاره. بس انا فردته في الصاج عشان خاطر الشكاره ما تنزلش الندى بتاع العلف او الميه سوري الخلطه في قعر في على النشاره. فانا فردتها كده، وهوريكم الفراخ كده ايه بعد ما احطها لها. اهي انا حاططها لهم زي ما انتم شايفين، وابتدوا ان هم ياكلوا منها. عايزه اقول لكم جميله جدا، وبياكلوا منها كويس قوي. وبالعكس الفراخ بتحب الحاجات الطريه ديت عن العلف الناشف. وزي ما انتم شايفين هو ده عشاهم. الساعه دلوقتي 12 بالليل. انا بحط لهم العشاء بتاعهم عشان يقعد لحد مثلا الساعه 10 الصبح. كده حبايبي، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى اكون وصلت لكم معلومه. وان شاء الله مع بعضينا هنعمل خلطات اكتر وحاجات اكتر، وفي نفس الوقت حاجات موفره وموجوده في كل بيت، مش هتكلفك خالص. هنا وزن الفراخ بتاعتي وصلت لنص كيلو، وفي نص كيلو وكام جرام، وفي كيلو الا ربع لسه ما وصلتش الصراحه للكيلو. الفراخ بتاعتي دلوقتي عمر كام يوم؟ الفراخ بتاعتي دلوقتي عمر 21 يوم. هتقولي لي طب انا ادي الخلطه دي من امتى؟ هقولك تدي الخلطه دي من 5 ايام للفراخ، او من اسبوع. يعني الفراخ بتاعتك تتم 7 ايام تديها الخلطه دي. منها بتوفري في العلف، ومنها بتخلي طعم اللحم بتاع الفراخ يكون حلو، ما يكونش طعم اللحم بتاعها زفر. وان شاء الله بكره الصبح هوريكم الخلطه اللي انا بحطها لهم في الفطار برضو على العيش. هوريكم الخلطه اللي انا بحطها لهم، برضو خلطه جميله جدا. وبصوا فيها حاجات كتيره. بصوا بتتخانق على البطاطسايه وكده زي ما انتم شايفين. اللهم بارك. الفراخ بتاعتي طالعه معايا طالعه حلوه، وان شاء الله هترمي معايا اكتر من كده. ومع بعض ان شاء الله هنستفاد وهنوصل لاوزان حلوه، هنوصل لاوزان 3 كيلو و4 كيلو ان شاء الله. انا عشمانه في ربنا. وبكده حبايبي يكون الفيديو بتاعي انتهى، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى يكون نال اعجابكم. ويا ريت لو اول مره تشرفوني في القناه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ولو الفيديو عجبكم تعليق حلو بقى كده منكم يحفزني دايما ان انا انزل لكم فيديوهات. واسيبكم في رعايه الله، وانتظروني في وصفه جديده وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.